بسم الله. بص يا شباب بلوزداد، انا قلت لك كولر كان خايف فقرر انه يلعب بيه خالد عبد الفتاح بكره. في شويه قناعات كده في دماغ كولر انا نفسي في يوم اقابله عشان انا افهمها، بس افهمها يعني ايه قناعاتك في خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح لعيب جه في ازمه، انت اكرم توفيق جاله رباط صليبي موسمه خلص، كان ساعتها تقريبا الله اعلم كريم فؤاد مصاب، فانت عندك ازمه في الباك اليمين، ما عندكش غير محمد هاني، فمحتاج واحد يقعد احتياطي. فربنا كرمك وجبت تلعب فتاح، اكتشفت انه ممكن يلعب مساك، ممكن يلعب باك ليفت، فبالتالي بقى جوكر لخط الدفاع. حلو، انا مش معترض، ده نمره 5 في المدافعين ونمره 4 في الباك رايت والقصه دي كلها. محمد هاني مصاب، عمر كمال مصاب، في اكرم توفيق موجود ممكن يلعب. تمام، وانا عايز اقول لك على معلومه كمان، ان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ممكن يلعب باك رايت لو انت اتزنقت خالص. ففي ماتش عايز تهاجم، انا شايف انه مش طبيعي نزل خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح كمان ما بيديش الزياده الهجوميه اللي انا عايزها، ولما عمل زياده هجوميه في الكل دخل فينا جون، ما بيعرفش يدافع كويس. تمام، ما رجعش يدافع لان السرعه عنده قليله، هو معروف ان هو دفاعيا كويس. كولر بدأ بالاربعه بتوعه، خالد عبد الفتاح ويحيى عطيه الله واقفين ورا الكوره، والاثنين السته اللي هم في اكرم وعمرو السوليه واقفين كل ورا الكوره، في 7 ورا الكوره. انت حاول توصل كور طويله للشحات ورضا سليم اللي انا مش عارف هو نزل ليه، غير ان هو بيعتمد ان هو سريع، فالكوره لما تجيله يعمل انطلاقات في ظهر المدافعين. لكن شباب بلوزداد بيلعب كومباكت، مدافعين واقفين مرصوصين ورا 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 كلهم، مش هينفع ان هو القصه دي مش هتهتهم، هو مش فارق معاه، هو طلع الماتش 0-0 هو مبسوط. هو اهم حاجه عنده ما تجيبش جون، جاب جون ما جابش جون خلاص، هو لو جاب لك طلع بنقطه من القاهره هو مبسوط ومش عايز اكتر من كده. فهو ده دي الفكره، فدي قرايه سيئه من كولر للماتش. فاحنا النهارده انا دافعت عنه كتير، بس هو النهارده لما فيه غلط وغلط متكرر انا لازم ان انا اتكلم فيه. فمشكله خدع فتح حتى في الخروج بالكره سيء. الاهلي كان بيعاني بالخروج من الكوره من المدافعين بعد رحيل محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان بيمثل لك حل في الخروج بالكوره، يعني محمد عبد المنعم كان حل في الخروج بالكوره. محمد عبد المنعم بسم الله ما شاء الله حريف، رجله حلوه لعيب، فبيطلع بالكوره حلو، بيعمل الطويله القطريه بيعملها حلو، غير ان هو حتى ممكن يعدي وبيعدي، كان بياخد كذا يارده كده بالكوره، بيعمل دريبلينج كويس، فكان بيخليك دايما قدام في النص الثاني بتاع الفريق، وبيعمل القصيره والطويله كويس، ولو اتزنق في طريق 7 على 1 هيرقصها ويعدي. ده كان محمد عبد المنعم. طب في غير محمد عبد المنعم البديل ايه؟ ان انا بطلع على علي معلول، يعني بطلع على علي معلول، كان علي معلول هيبقى عنده نفس الفكر، فاطلع عليه هيعمل الترقيصه او هيعمل السلوك كويس والدنيا كويسه خلاص. ده بقى مش موجود. يحيى عطيه الله ماشي ممكن يعملها في ناحيه الشمال، يحيى عطيه الله على فكره لعيب كويس جدا، بس هو الفكره انت بتقارنه بعلي معلول، يحيى عطيه الله برده كبير في السن، يعني عنده 29 30 سنه وبقاله سنه في روسيا ناسي الكوره، فانت راجل بيسترجع باللي كان عنده يعني. يحيى عطيه الله لسه قدامه شويه يعني. انا فتح ما فيش خالص، ميح ميح ميح، هجوميا زفت، ممكن يعني صفر، ممكن يكون دفاعيا معقول يعني، ممكن دفاعيا وادي برده دي عليها كلام. بس انا خايف قلت لك هو جاي في وقت حل ازمه، وكان المفروض الاهلي يكتفي بالست شهور اللي كان خدهم اعاره من سموحه. طب انت جددت له يعني ايه اكراما للمجهود اللي عمله معاك، ماشي على راسي من فوق خلاص، بس مش لازم يلعب. انا عارف ان عمر كمال متصاب، انا عارف ان محمد هاني متصاب، لكن اكرم موجود الحمد لله. ما علينا ما علينا. طيب قبل ما انسى، بس اشرف داري انا عارف انه جاي من فتره طويله ما بيلعبش كوره، فانا مش عايز احكم عليه، لكن لو حكمت عليه من الماتش هزعل جامد قوي، لان انا كان سقف طموحاتي على اشرف داري اعلى من كده بكتير الصراحه يعني. ما علينا. محمد الشناوي، تمام، كرة الجون ومحمد الشناوي. محمد الشناوي له منا كل الاحترام والتقدير على مجمل اعماله، ولكن انا مش هقعد ان لعيب لعب كويس في فتره من الزمن وكسبني بطولات اقعد اخسر بطولات بسببه. انا خسر 2 دوري بسببه. تمام، وانا قلت لك انا ما عنديش مشكله ان اللعيب فنان يبقى وحش في ماتش، لعيب فنان يبقى مش مركز في ماتش، لكن ان لعيب يبقى مستهتر هو ده اللي يضايقني. يعني محمد الشناوي في يوم من الايام ما كان بيرقص على خط الجون في ماتش بيراميدز والكره اتقطعت منه ودخل الجون، خسرنا نقطتين خسرونا الدوري بعد كده. وكره في ماتش سموحه طلع من نص الملعب يلعب فاول فاتقطعت الكره، حسام حسن حطها من نص الملعب فينا جون. فدي كلها كور، دي اسمه استهتار. فانا يعني محمد الشناوي انا بقول انه حارس كويس ولا يكون فقد رصيده عندي صراحه، يعني بهذا الاستهتار. الكوره ضعيفه اللي جايه له ضعيفه. ايه مش مستاهله كل ده. مش هقول لك لمصطفى شوبير يصدها، يعني انا شايف ان اصلا كل دقيقه بيلعبها الشناوي مصطفى شوبير قاعد، ده ظلم للمستقبل الاهلي، لان الشناوي عنده 36 سنه، هيلعب كام سنه يعني؟ سنتين 3. احمد مصطفى عنده 25 سنه، يطلعه بره. محمد مصطفى بقى لو طلع بره لو لعب في اي نادي في الدوري هيقعد اي حارس فيه وهيلعب اساسي ويرجع لك رجله في الملعب. تمام، بس انت خساره انك تفقد مصطفى شوبير، خساره انك تفقده. ولو مصطفى شوبير رجع مستواه مش حلو هيبقى انت السبب، لان انت اللي مقعده كل ده.
وانا عارف ان هو ان اللي السبب مش كولر، ممكن كولر هيكون عايز يلعبه، لكن الشناوي لا لازم يلعب، ده امر من رئيس النادي، لان الشناوي عيني رفض عرض النصر في وقت ان احنا كنا محتاجينه خلاص، الجميل يعني الجميل بتاعه في رقبتنا مش عارفين نخلص منه. فانا مشكلتي مع الشناوي مش في المستوى الفني، عادي المستوى الفني بيروح ويجي مع علي معلول، مستواه الفني اكيد نازل في اخر سنتين ثلاثه، ولكن في الملعب بيدي، لما بيغلط في الكوره في خط الدفاع بيروح هناك يعمل عرضيه، بيعمل كورنر، بيكسبك اجوان. فده النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. محمد شناوي كمان ان هو هيعمل مشكله في اوضه اللبس، مش عشان هو كابتن ولا لا، انا مش شايف ان هو كابتن كويس يعني كميه المشاكل تحصل في اوضه اللبس تقول ان مفيش كابتن ولا قائد ولا قصه. فيعني ما علينا، مش هتكلم اكتر من كده يعني. بس انا فعلا محمد شناوي بيفقد رصيده، والله بيفقد رصيده باللي بيحصل ده. رضا سليم بيتصاب، ودي احسن حاجه حصلت في الشوط الاول، او ما اتصابش وخرج فني وهو عامل مصاب عشان هو مستوى وحش، ما علينا. نزول بيرسي تاو، اللغز الاكبر، اللغز الاكبر وهو بيرسي تاو. بيرسي تاو في ماتش باتشوكا وماتش النهارده وماتش جورماهيا كيني جورماهيا ماهيا اللي لعبناه ده، اثبت ان عنده الكواليتي، والله عنده الكواليتي. يعني عنده الكواليتي، مش مجرد الكواليتي في الترقيصه، لا عنده كواليتي في انه هجام، بيروح على المدافعين بدني، بيرقص واحد على واحد، بيعدي، واثق في نفسه، عارف هو بيعمل ايه في الكوره، بيتحرك بدون كوره كويس، بيتحرك بكوره كويس، لما الكوره بتجيله يبقى عارف هو بيعمل ايه، في دماغه السيناريو اللي هتحصل فيه الكوره. الجون اللي جابه النهارده اللي هو الجون الخامس ده في ماتش باتشوكا، كوره تيبيكال وصلت لطاهر محمد طاهر عملها اي كلام. بيرسي تاو عارف هو بيعمل ايه، انا الكوره هتجيلي اروح راكنها بالطريقه المعينه، عشان ده اللعيب اللي عنده الكواليتي. لما نزل في ماتش باتشوكا عمل فرق، لكن النهارده ما لعبش ولعب رضا سليم، اما لازم يلعب رضا سليم، ما هو رضا سليم لازم يلعب، يعني انا مش هلوم ان هو رضا سليم بدا الماتش، ما رضا سليم لازم يلعب، ما هو ده لعيب محترف انا بستثمر فيه فلوسي، ده اصل من اصول النادي. فهي دي نقطه، بس يعني نقطه برده مهمه جدا لازم احنا نوضحها، ان اللعيبه دي اصل من اصول النادي، مدفوع فيها فلوس. انت النهارده دافع فلوس في رضا سليم، دافع فلوس في امام عاشور، لما اجي اعاقبه ما اعاقبش النادي، عشان بس كلام يبقى واضح. انت دافع فلوس في بيرسي تاو، بيلعب وحش لا تخليه يلعب حلو، مش عشان خاطر بيرسي تاو، المهم الفريق، المهم الفلوس اللي مدفوعه فيه، ما تبقاش فلوس مدفوعه على الفاضي. الحمد لله كرة ساقها القدر وصلت لوسام ابو علي، اللي بيثبت ان في يعني ايه مهاجم، ويعني ايه ان يبقى عندك مهاجم، يعني ايه يبقى عندك مهاجم. وسام ابو علي انا لو اتكلمت عليه محتاج فيديوهات طويله جدا، انا ما بحبش اطول في الكلام، للاسف الكلام هيطول لان فعلا الكلام كتير، وكان لازم اطلع النهارده اتكلم عن ماتش شباب بلوزداد. يعني كرة ساقها القدر ودخل الجول، الحمد لله، كفاءه، ده جون ده يحسب مجهوده 100% لوسام ابو علي، في التحرك بدون كرة، في توقع الكرة، في التسديد، يعني وسام ابو علي عنده حاجه كمان انا اتكلمت فيها قبل كده، ان وسام ابو علي بيبقى عارف هيشوط الكرة ازاي. يعني ايه؟ يعني اللي محتاج يتلعب ببطن رجله بيلعبها، اللي محتاج يتلعب بوش رجله بيلعبها، اللي محتاجه يمرجح بس وش رجله كده بيلعبها، يعني كل كوره بيجيبها عشان هي ما تتشطش غير كده، يعني هي عشان تخش جوه ما تتشطش غير كده. خلاص يعني، بس دي نقطه ايه اللي انا عايز اقول لك، يعني هي ما تتشطش غير كده يا وسام، فهو بيشوط كده. بين الشوطين كولر بيقرر ان هو ينزل امام عاشور مكان خالد عبد الفتاح، التغيير اللي اي حد بيفهم كوره هيعمله، او اي حد بيتفرج كوره هيعمله، ونزل اكرم بكرات ونزل امام عاشور. امام عاشور عنده الكواليتي، في التمرير، عنده الكواليتي في التحرك بدون كوره، عنده الكواليتي في انه يعرف يتصرف ازاي واحد على واحد هيعمل مشاكل، وده اللي الاهلي كان محتاجه، او ده اللي وسام كان محتاجه، عشان وجود امام عاشور هيخلي الكور اللي واصله لوسام كتير، فبالتالي هيعرف يجيب جوان، وده اللي خد كام. يعني النهارده لما نزل امام، نزل بيرسي تاو ثم امام، امام عاشور اسمه ده وسام هاتريك، يعني تحرك وسام، بيرسي تاو وجوده فالكرة حسين الشحات لما لعبها فقلشت فجت لوسام ابو علي، لان بيرسي تاو واقف في مكان صح فواخد المدافع، فاول عامله امام عاشور. نفس الفكره في الجون الثالث، وجود الناس الحريفه دي هيخلي وسام يلعب احسن، ودي برضو حاجه بلوم على مين؟ على كولر، لانه شال الحريفه من الفريق. احمد عبد القادر مش موجود، بيرسي تاو قاعد، انت محتاج حريفه، محتاج حريفه في الملعب، مش كله بقى تك تك طاهر وشحات والناس اللي بتقعد تك 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 ده، لا انا محتاج لعيبه حريفه تعدي واحد على واحد. طبعا مش هتكلم عن كفاءه وسام في الضربات الثابته، مش هتكلم عليها، مش هتكلم عن بيرسي، يعني خلاص بيرسي تاو انا اتكلمت الجول الخامس اتكلمت عليه قبل كده، وامام عاشور هو مشهور بالتسديدات، وانا قلت كده لومت على كولر ان
مش بيحط في خطته انه يظبط الدنيا لامام عاشور ان هو يشوط، يعني مش بيحطوا كتير موقف اللي هو على حدود منطقه الجزاء ان هو يشوط. طيب بس في 3 نقط كده حابب نتكلم عليهم قبل ما نخلص الفيديو. اول نقطه هي نقطه وسام ابو علي، ان فعلا لما يبقى عندك مهاجم جيد بيصنع الفارق. يعني احنا طول عمرنا بنقول السنه اللي فاتت، الموسم الماضي يعني اللي لعبنا فيه، مش ده اللي قبليه، اما لعبنا اتحاد جده والموسم اللي لعبنا فوليمينيزي وغلبنا فوليمينيزي قلنا لو كان عندنا مهاجم كنا كسبنا، والموسم اللي قبليه لعبنا مدريد قلنا لو عندنا مهاجم كنا كسبنا. ففعلا عندنا مهاجم كنا كسبنا، وكان في مواقف كتير قوي كنت هتتحل. دي نقطه بس اللي ايه اثبتها هذا المباراه، ان لو عندك مهاجم كويس هيصنع الفارق. النقطه الثانيه اللي لما يبقى عندك لعيبه حريفه هتوصل كور كتير جدا للمهاجم، وده اللي هيصنع الفارق. تمام. اتمنى الاداء ده يبني على القصه دي كلها. نقطه اخيره كده، هو دي نقطه شخصيه فانا حاططها في الاخر عشان اللي مش عايز يسمعها ما يسمعهاش، ودي نصيحه من اخوك. واحنا بنتفرج على الماتش الاهلي مغلوب 1-0 اداء زي الزفت، والواحد متضايق بيتفرج على الماتش واذنت العشاء. ففي الدقيقه كانت الدقيقه تقريبا 40 ولا حاجه، فهو يعني خلاص الاذان اذن يا دوبك ما اذن. فانا بتفرج على الماتش قلت لا انا مش هتفرج، انا هقوم اصلي. فالحمد لله قمت اصلي، رجعت لقيت الاهلي جاب الجول. فنصيحه ليك من اخوك، ما تخليش الكوره تلهيك عن الصلاه، ما تخليش الكوره تلهيك عن المذاكره عن العمل. في النهايه دي حاجه ترفيهيه، يعني في النهايه دي حاجه ترفيهيه. انا بقول لك يعني نصيحه من اخوك انا بعمل بيها فادتك تعمل بيها. ما تخليش نشاط الكوره يلهيك عن العباده، وفي النهايه اللي بيكسبك هو ربنا. ارجوك لما تتفرج على ماتش ما تشتمش، ما تقولش الفاظ عشان حرام. ارجوك ما تخليش فرجتك على الكوره تخليك تعمل معصيه، بالعكس تخلي دايما لسانك عطر بذكر الله. قول لا حول ولا قوه بالله، سبحان الله. الدنيا تمشي ان شاء الله، ان في النهايه اللي بيكسبك هو ربنا مش اللعيبه. انا بس ما حبيتش اطق وحبيت احطها في الاخر عشان الناس بس ايه ما نطولش فيها ان شاء الله.